بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، ايه رأيكم في الفطار الجميل الحلو؟ البطاطس، الصوابع على الشيبسي، على المش الجميل البيتي اللي احنا عاملينه مع البتنجان والخيار ولا البابا. وطبعا ما ينفعش الطعمية والفول بدون الطماطم المتقطعة مع الفلفل اللي بالخلطة الجبارة بتاعت الحاجة. ولا يا سلام على الفول بالزيت الحار، وهنا الفول بالسمنة البلدي، ولا الطعمية ولا البصل. ايه رأيكم في اكلتنا الجميلة السهلة البسيطة؟ الفطار الجميل اللي احنا مع بعض هنفطره ان شاء الله. نقول يلا بينا يا جماعة على مطبخ عبير وماما على اليوتيوب ومطبخ عبير على الفيس، علشان نشوف احلى اكل واجمل اكل واجمل فطار عملناه ازاي. يلا بينا على المطبخ، يلا بينا. تعالوا فين؟ انتوا بتعملوا ايه؟ نعمل طعمية. بتعملي انت وستك؟ زمزم جاي عندي النهارده، قلت لها تعالى نعمل طعمية انا وانت. بتعملوا طعمية ازاي؟ مش نقول الاول لحبايبنا سلام عليكم بصوركم يا كنزا يا يوسف بيقول ايه يا يوسف. فنزاتي. قولوا يا كنزاتي يا فنزاتي يا فنزاتي. يا فرزاتي. اه مش عارفين بيقولها يوسف ازاي. جميل في التصوير برضه، كلهم حلوين في التصوير. ايه زوزو تقولي لهم النهارده؟ قولوا لهم ايه؟ احلى طعمية. من ايد احلى تيتا. يلا اعملي. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ استنى ما نسلم عليهم يا وزة الاول. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ بعتنا نجيب طعمية من بره والله ما تتاكل. لا والواحدة وصعبة، قد كده اهو بجنيه. صعبة قوي، صغيرة قوي. ما فيهاش. وزي ما اكون مليانه عيش وكده. قلت طب وليه ما نجيب نص كيلو فول؟ قلت لها ايه هنبعت نجيب نص كيلو فول يعملوا عندنا الكبه البيور، بنفرم عليها كل حاجه. بنعمل عليها لحمه وبنعمل عليها كفته وبنعمل عليها طعميه وكل حاجه. بصراحه كبه جميله قوي. يسلم استاذ تامر. يسلم استاذ تامر ويسلم حاجته ويسلم ايديه. تامر عبد المنصف. الكبه جميله قوي والله. بص هنعمل معاكم معاها طعميه ايه، احلى طعميه ان شاء الله. انا جبت الفول نقيته ونقعته شويه. جبت الفول ونقعته شويه وميه سخنه عشان اعمله يعني في نفس اليوم. بس يا كده. جبت ده من شوية وشوية. ورحنا مصفينه وجبت حزمه كرات وحزمه كزبره خضراء مع بصلايه مع قرن فلفل مع معلقتين توم حلوين، معلقه كزبره، معلقه ملح صغيره، ندعي الكربوناتو، وعملناهم حطينا كله على بعضيه وبنضربها. بس الريحه بقى في منتهى الجمال. دلوقتي يا ماما احنا ساعة ما بنيجي نعملها انت حطيتي الملح، طبعا مش هنحط يا ماما، هنحط لما نيجي ناكل منها او نيجي نحمرها دلوقتي ان شاء الله. هنحط جنبها ايه؟ عليها ايه؟ شوية 7 بهارات. حبه كزبره ناشفه برضو تاني. وعايزه عندك وشوية سمسم بقى كمون. تعمليها بسمسم، ما عندكيش عادي يعني. محمد ضحك علينا وما جابلناش السمسم. قلنا للعطاره هاتلنا سمسم لسه باين. ساعات بينسى يا عيني، الله يقويه. اللهم امين. بص يا حبايبي بقى، انا طحنت الفول شويه اهو. طحنت الفول شويه، احط حبه خضره عليه حبه حبه كده. اطحنهم مع بعضهم. بص الخضره وقرن الفلفل الجميل ده هتبقى احلى طعميه، وكفايه الريحه بتاعتها وجمالها ونظافتها. استنى. مي كانت بتقول ايه يا زمزم؟ مي بتقول حط لايك. لو ما حطيتوش اللايك هطلع لكم تحت السرير. النهارده يا جماعه يعتبر 26/7. قولوا لزمزم كل سنه وانت طيبه يا زمزم، عيد ميلادها. بتعملي ايه يا زوزو؟ احنا بنعمل طعميه. طعميه الدنيا حر. مع اني فاتحين المروحه على الاخر. فاتحين المروحه جامد. يلا ربنا معاكم يا رب. طب تكملوا بقى ضرب الطعميه وبعدين نرجع. ضرب الطعميه عشان ما ننسوش. وبعدين اوريكم بقى الجمال والحلاوه والريحه الجميله. يعني هتعملوا الطعميه؟ هنعمل الطعميه. وبعد ما نضربها ونخلصها نوريها لكم. تضربوا شويه وتعملوا شويه. كلها عليها اهي. هاي زوزو اضربي شويه واعملي شويه. يلا كل سنه وانت طيبه وعقبال مليون سنه. طعميه جميله، تعالوا كلوا معانا طعميه. عاملين لها طعميه بمناسبه عيد ميلادها. ايه رايك بمناسبه عيد ميلادك طعميه حلو؟ جايه ونحط لك فيها شمعيه. نعمل لها طعميه ونحط الشمعه فيها كده ونقول لك حبيبي زيتون. وانت طيبه حبيبتي. يلا كملوا بقى ونرجع تاني. ماشي. خلاص كده ولا لسه يا ماما؟ خلاص الحمد لله.
طول ما انت معاك كبه بيور، كبه بيور عمرك ما تغلبي في اي حاجه. بصوا الطعميه، طعميه اعملي كفته، اعملي لحمه بصوا مفرومه، الكبه، بصوا جمال اي حاجه الطعميه. تعمليها بالكبه البيور دي. بصوا جميله. خلي الطعميه عامله ازاي. يعني تجيبيها مش هتندمي ان انت جبتيها. تعمل كل حاجه يا من جماعه. عند الاستاذ تامر وصادق في كلامه. لا لا لا، واحنا اول ناس نقشر بيها البصل ونقشر بيها الثوم وقشرنا الثوم وخرطنا بصوا ملوخيه. مطلعه لي الطعميه عامله ازاي. بصوا نزلي ايدك بعد اذنك. بصوا بصوا ناعمه وجميله ازاي. بصوا الطعميه عامله ازاي، بصوا ناعمه ازاي. والحته بقى تحفه تحفه تحفه. بصوا الجمال. جميله. نص كيلو طعميه جبناه وعملناه، وبعمل عليها كفته برز، كل حاجه، وبعمل عليها الحواوشي وكل حاجه بعملها بس عليها. واحده واحده يعني، مش في ناس انها لا، تمسكها ما انت ما تشغليش فحت ورد. وتبوظيها وتقولي دي باظت. يعني بني ادم ليه روح برضه. انت برضه ايه يعني زي الكبه ده موتور. خدي يعني ايه، خديه على راحته كده، يمشي معاك العمر كله ان شاء الله. لكن حاجه تحط ايدك عليها ما تشيليش ايدك من عليها، ما غصب عنها هتبوظ. طيب احنا دلوقتي هتعبيها لنا بقى في اكياس، وهنعبي شويه في طبق تحطهم لنا نفطر بيهم. هعملها معاكم كده يا جماعه على النار. بقى يا جماعه تحفه. حلوه قوي قوي قوي، ونضيفه ونقيه فولك كل حاجه. بيحطوا عليها عيش المكسر اللي بيفيد من الزباين، بيحطوا عليها دقيق. طيب احنا حاطين حزمه كرات واحده وحزمه كزبره وقرنين فلفل اخضر ومعلقه توم مطحون اللي احنا عاملينه، خدتي بالك، وبصلايه، وتحطي معلقه كزبره ناشفه فيها ومعلقه ملح صغننه، حبه ملح صغننه اهي جميله، وتحمري وتاكلي في بيتك احلى ما تجيبي. الواحده بجنيه ما تتاكلش من بره. عامله زي الجنيه قد كده. فضيتيها يا حاجه خلاص؟ طيب اهي شايفين في الاكياس واشيلها في الفريزر بالمعلقه كده تقليبه تاني بس. وريها لهم بعد اذنك. بصوا جميله ازاي اهي. بصوا نعميتها وجمالها وخضرها. ما تكتريش الخضره عشان ما تسودش. نص كيلو بياخد حزمه كزبره خضراء وحزمه كرات بس، بصلايه وقرن فلفل ومعلقه توم. ادي الطعميه والحتت منتهى الجمال. اروح على النار بقى احمر لهم. عايزه تعملي عجه بيض، عايزه تسلقي بيض وتعملي يكون عندك زيوت مثلا، تسلقي بيض وحطي فيه حته الطعميه كده وكببيها وتيجي تقطعهم كده، بيبقى منظر جميل في الطبق. قلبي يا حبيبتي. بصوا يا حبايب قلبي، عملت النص كيلو 5 اكياس. بصوا هي يعني، بصوا يعني حلو جنب بطاطسايه محمره. بصوا واحنا مدمسين برضه فول وهندمس معاكم تاني. والحته دي هنعملها بقى، دي بقى هنعمل بطاطس محمره جنبها نفطر بيها. هظبط لهم انا الفطار دلوقتي. نطلع كيس فول من الفريزر. اعملي في بيتك الحاجه نظيفه وجميله وما ترميش حاجه، واللي فيتش ليه. بص نص كيلو عمل لنا 6 اكياس. حلو ولا وحش؟ ب1000 هنا. النهارده ما بيديكيش ب5 جنيه طعميه نيه. ممكن تعملي عجه، ممكن تعملي بيض مسلوق بيها، تعملي عجايه حلوه كده ببضايه. النهارده العجايه بتعمل ب15 جنيه. ويا ولاد عايزه اقول لكم على حاجه كمان، اما يفيد من عندكم اكل هاتوا علب بتاعت الكشري دي، حطوا فيها الاكل وانت نازله رايحه تجيبي خضار. حطي مثلا اديها لواحد بيكنس، واحده قاعده غلبانه بتبيع خضار، واحده قاعده بتبيع منازيل، بس خلي فيهم مناب، يعني ان شاء الله حته لحمه قد كده. وبعدين يا ماما ربنا يدي الناس كلها وكل الناس تعمل. بنت اخويا بتعمل كده الله يشفيها يا رب. انا بعمل كده بس دلوقتي انا ما بنزلش عشان حرام نرمي الاكل. عبير بقى تقوم معاكم على النار، هتحمر بطاطس وهتعمل لنا فول بزيت حار وهتعمل لنا الطعميه وهحضر لهم فطار حلو ان شاء الله. فطاره جميله قوي. وعندنا البتنجان المخلل اللي عبير عاملاه والعيش البيت هتبقى احلى فطار. ما قدرتيش بقى اوريكم ماما هي بتاكل وبتصور معاكم، مفيش مشكله، انا هوريكم بقى هناك الطعميه والفطار ماشي الجميل ان شاء الله. يلا حبيب قلبي، يا رب يطمنا عليكم يكونوا بخير وسعاده خارج البلاد وداخل البلاد. اللهم امين. وانا بحبكم والله كلكم، كل اللي على اليوتيوب. ربنا يحفظك. بس اللايكات الجميله والمشاهدات يا حبايب قلبي، بحبكم قوي قوي لله. ونعم بالله يا حبيبتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. وربنا يطمنا عليكم كلكم ويشفي كل مريض. اللهم امين يا رب. ويشفي ولادي ويشفي كل مريض. اللهم امين. ماشي يا حبايب قلبي، اشوفكم على خير بسعاده وانا يا رب. وعبير اكمل. بصوا بقى يا حبايب قلبي، دلوقتي هنا هعمل فول بالسمنه البلدي وهعمل الطعميه. بصوا حبايبي كده بقى للطعميه اهوت. ببل ايدي وابلها، المفروض في سمسم بس ما فيش سمسم، في كزبره احط كزبره بس، كزبره تخلي حياتي كلها منوره.
ونعمل احلى طعميه عشان ماما والبرنس حبيب قلبي فوزو حبيبي، ربنا يبارك لي فيه يا رب والصحة عليه. ايه رأيكم؟ بصوا الطعمية، وهعمل لهم بقى ايه يعني طعمية مشكلة. ادي كور صغيرة، نعمل لهم طعمية مش صغيرة كده. الرئيس اسكندرانية يقولوا لك ايه؟ فلافل. نعمل شوية فلافل حبة كده وحبة كده، ويا رب يكون كل حاجة بنعملها لكم كده تعجبكم يا رب العالمين، يكون كل حاجة حلوة. بصوا ايه رأيكم؟ استنوا اهي، انا قطعت واحدة طلعت مني. حمرها بقى كده معانا. بصوا الجمال، بصوا جمال الطعمية، الجمال ده. هفتح مطعم ان شاء الله بتاع طعمية وفول ومكرونة وكشري ومحشي وكل حاجة ان شاء الله. اكمل بقى بقية الطعمية وارجع كده اوريكم الفطار الجميل. وده الفول خلاص اهو، ابو سمنة بلدي، عبارة عن ملح وفلفل بس، مفيش اكتر من كده. ماشي، هوريكم بقى الفطار الحلو. حبايب قلبي، ايه رأيكم في الفطار الجميل الحلو بقى ده؟ شفتوا الجمال والحلاوة وشفتوا الفطار العسل ده السكر؟ ايه رأيكم؟ الفول بيتي وعاملينه في البيت ومخزنينه وحاطينه في التلاجة، وادي الطعمية بيتي. بصوا جمال الطعمية وحلاوة، حلو قوي. ايه رأيكم؟ تعالوا بقى افطروا معانا، قولوا لي ايه رأيكم في الطعمية اللي الحاجة عملتها وانا عملتها. بصوا جميلة ازاي، بصوا حلوة ازاي من جوه وجميلة، وطعمها والله العظيم حلوة قوي قوي قوي. متنسوناش بقى في اللايكات. باكل الطعمية بجد تحفة، تسلم ايدك يا امي، جميلة جدا يعني. تعالوا بقى افطروا معانا وقولوا لي ايه رأيكم في احلى فطار واجمل فطار، ورأيكم في الطعمية وفي الفول وفي الاكل الجميل ده. ان شاء الله كده نشوفكم على خير، ونشوفكم كل جديد، ونشوفكم كل حاجة حلوة. ونقول ما تنسوش اللايكات والمشاهدة والكلام الحلو بتاعكم اللي بيشجعنا، وان شاء الله هنكبر وتبقى اكبر قناة طول ما انتوا معانا، وكل ما القناة بتاعتنا وعيلتنا بتكبر. ربنا يدينا ويديكم الخير. ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.